التصميم الداخلي مش بس عشان نخلق فراغات شكلها حلو والديزاين بتاعها شكله جميل. الفكرة كلها انك انت ازاي تخلق فراغات بتقدر انها تترجم الفيلينجز والشعور بتاع الكلاينتس جوه الفراغات ديت، وكمان الحياة اللي هو هيعيشها كروتين ازاي انها تترجم في السبيسز ديت. هو ده السر اللي احنا بنعمله از انتيريور ديزاينرز عشان نساعد الكلاينتس ان هم يعبروا عن كل اللي جواهم، ونقدر ناخد كل اللي جواهم ده ونترجمه صح لديزاين مظبوط يقدر ان هو يعبر عن الفيلينجز ديت. في القصه بتاعتنا كان الهدف الاساسي ان احنا نقدر ان احنا نفولفل نيدز ل 5 اشخاص، 3 اولاد والزوج والزوجه. وكان الموضوع مش اسهل حاجه، كان الموضوع صعب، لان اول حاجه هم لما جم قعدوا معانا وابتدينا ان احنا نتكلم مع كل واحد فيهم على التفاصيل اللي هو عايزها، ابتدى يحصل نوع من انواع النقاشات اللي دايما احنا بنشوفها ما بين زوج وزوجه، وسبيشالي لو عندهم اولاد كمان. فبتلاقي ان الزوج شايف حاجات معينه والزوجة شايفة حاجات تانية مختلفة، والماكس ما بين الاتنين مع بعض مع الأولاد واحتياجات الأولاد كل واحد شايفهم بشكل معين. ففكرة انك انت تبدأ تتكلم معاهم وتبدأ انك تشوف النيدز والاحتياجات بتاعت كل واحد، ومن دراستك انت ومن وجهة نظرك عن الديزاين تبدأ انك انت تشوف ايه الانسب بالنسبة لهم، هو ده النقطة الفاصلة في اللي احنا بنتكلم عليه كله. عشان كده من اهم الحاجات اللي احنا بنبدأ نعملها ان احنا بنبدأ نحط intimating family meeting. family meeting بيبقى الموضوع فيه الهدف الأساسي إن إحنا نتكلم ونتناقش عن الحياة اللي قدامهم عايزين يعيشوها في كل سبيس من السبيسز المختلفة. فبنبدأ إن إحنا نفتح البلانز ونبدأ إن إحنا نعرفهم إن المكان دوت إحنا عايزين فيه احتياجات شكلها عامل إزاي، والمكان التاني احتياجاته عاملة إزاي، والمكان التالت احتياجاته عاملة إزاي. ونبدأ إن إحنا نروح بعيد عن ان احنا نقول لهم محتاجين تحطوا فيه سفره، نحط فيه كام كرسي، نحط فيه الحاجات اللي ليها علاقه بالانتيريور ديزاين از انتيريور ديزاين. لا، نبدا ان احنا نروح ناحيه انت محتاج تحس بايه وانت قاعد هنا، ايه الاكشنز اللي انت عايز تاخدها، طب انت عايز تستخدم الفراغ ده ازاي، طب انت استخدامك للفراغ ده كان قبل كده في بيتك القديم شكله كان عامل ازاي. بتفاصيل معينه بتبدا انك تمسك كل فراغ من الفراغات المختلفه وتبدا انك انت تجو ثرو الديلي روتينز بتاعت الشخص اللي هيعيش في المكان دوت. بيصحى امتى، مين بيصحى بدري الاول، الزوج ولا الزوجه، طب الاولاد بيروحوا مدرسه الساعه كام، بياخدوا المورنينج كافي بتاعهم امتى او فين، الانتراكشنز والباترنز اللي بتحصل ما بين الكلاينتس هتبقى شكلها عامل ازاي، الاماكن اللي هتبقى individual using، لو مثلا الماستر بيدروم هيبقى للزوج والزوجه بس، لو الكيدز رومز لكل واحد الاوضه بتاعته، طب ده هيبدأ هو يتعامل فيها individually ازاي. طب الاماكن اللي هيبقى فيها collective using للسبيس، زي مثلا الليفنج، الدايننج، الكيتشن، المنطقة بتاعة الروف كلها بالتفاصيل اللي موجودة فيها، كل حاجة من الحاجات ديت دورك انك انت تبدأ تعبر عن كل ده وتسأل اسئلة معينة، وتبدأ انك انت تخش كأنك بتعمل انترفيو ميتنج مع كل واحد لوحده، بتتكلم معاه وبتفهم وجهة نظره عن استخدامه للمكان وايه اللي هو عايزه والنيدز بتاعته، وهو عايز الحاجات دي تتحط في المكان ليه. فمجرد ما بنبدأ ان احنا بدأنا نتكلم مع الزوج على التفاصيل ديت، فابتدى الموضوع يبقى والله انا عايز اهم حاجة اللوك والرؤية بتاعتي للمكان تبقى ان هو luxury feeling، عايز احس ان اي حد هيزورني من بره يبقى حاسس باحساس اللكجوريوس فيلينج اللي انا عايزه. وهنا كان الاختلاف بقى ان هم كانوا جايين متفقين ان اللكجوريوس فيلينج ده هيكون في الليفنج روم الصغيره اللي موجوده فوق، والجزء اللي تحت هيكون اكتر ليه علاقه بالليفنج اريا، المنطقه اللي احنا هنرتاح فيها في البيت. فالبوينت كلها لما بصينا للجزء دوت وابتدينا ان احنا نتكلم، والله طب احنا لو احنا هنعمل الجزء اللي تحت بس هو هيبقى very simple ومانيمال تماما، ومش هنحط فيه ديكورز كتير، ومش هنبدأ ان احنا نخليه لاكجوري اكتر، وهنروح نركز اكتر على اللاكجوريوس فيلينج في الجزء اللي فوق. طيب استخدامات الجزء اللي فوق ممكن ما تكونش كتير قوي في البيت، لكن الاولاد هيلعبوا فين؟ فجي ساعتها البوينت دي خلتنا نفتح التساؤل، طب هم لو لعبوا تحت، طب احنا المكان ضيق مش واسع زي الروف، وهم غالبا هيبقوا محتاجين يقعدوا على الروف اكتر ويلعبوا في الروف اكتر.
طيب لو الأولاد هيلعبوا فوق، فالمكان اللي صح إن الأب والأم يقعدوا فيه هيبقى فوق والّا تحت؟ بما إن الأولاد هيبقوا قاعدين فوق، طب لأ، يبقى المكان اللي هيبقى الناس قاعدين فيه فوق. طب رُحنا لحتّة تطرّقنا لحتّة أعلى شوية، هو لمّا هنيجي نفكّر البنت مثلًا قدّام كمان 10 سنين، كمان 15 سَنة، هتيجي تتجوّز وهيتقدّم لها حد، فهو هيتقدّم فوق والّا تحت؟ جات الفكرة إن لأ، هو مش هيتقدّم فوق، لإن أكيد إحنا هنكون عازمينهم وهيقعدوا معانا تحت وهيبقوا موجودين وهيبقوا منتمين، فإحنا عايزين المكان اللي تحت هو اللي يبقى بيعبّر عن الluxurious feeling. طب إحنا لمّا هييجي لنا ضيوف وعايزين نعزمهم وهيبقى في أكل، طيب الdining أصلًا تحت، طب هل هننزّلهم ياكلوا في الdining من فوق والّا هنطلّع الأكل فوق كلّه؟ فكان فكرة إن إحنا لأ، ده أنا هاطبخ تحت وهابدأ إن أنا أطلّع الأكل كلّه للسطح، كان برضه فكرة مش ظريفة. لأ، أنا عايز لمّا يبقى المكان اللي تحت هو الأماكن اللي أنا باستقبل فيها الضيوف وباتعامل فيها، والمكان اللي فوق هو المكان الjust for fun اللي فيه كيتشنات صغير جدًا باقدر إن أنا أتعامل فيه بشكل لطيف. هيبقى كمان نقطة تانية إن الجزء اللي فوق هيبقى فيه المنشر والغسيل هيبقى موجود فوق والغسل هيبقى موجود فوق. طيب ما هو معنى كده إن لو جالنا ضيوف والغسيل منشور فوق فهيبقى مش حاجة لطيفة. فعشان كده في الآخر استقرينا بعد ما اتناقشنا وفتحنا حوارات وموضوعات مختلفة عن إيه الاحتياجات فعلًا بتاعتنا، إن الجزء اللي هيبقى فوق هو الجزء اللي هيبقى للفاميلي أكتر وللactivities وللعب وللسهرات بالليل والحاجات دي كلها، وللمقربين من العيلة اللي هم ممكن يقعدوا معانا في living room عادي خالص. والجزء اللي تحت هو اللي إحنا هنركّز إن هو يبقى luxury جدًا، وبيبدأ إن هو يعبّر أكتر عن أو بنستخدمه أكتر في إن إحنا نجيب ضيوف ويبقوا موجودين معانا ويبقوا قاعدين معانا في الجزء اللي تحت ده، وده هيبقى استخدامه أقل بكتير من الجزء اللي فوق. فالmax ده كان ليهم وبالنسبة لحياتهم، بالنسبة للتفاصيل اللي إحنا فكّرنا فيها، كان هو الأنسب بالنسبة لهم. ولمّا رجعنا تاني للزوج واتكلّمنا بقى على التفاصيل ديّة، فكان بالنسبة له الجزء بتاع الliving اللي فوق دي هي خلاص لقى فيها إن هو ده المكان اللي هو هيقعد فيه وهيبقى مرتاح فيه أكتر وهيبقى بيلعب PlayStation فيه وهكذا. فبالنسبة له كان الجزء ده هو الجزء بتاعه، اللي هو عايز بقى الdesign بتاعي أنا باحب فيه كذا وباحب فيه كذا وباحب فيه كذا. ابتدى إن هو يتكلّم عن الجزء ده، لإن الجزء ده هو اللي هيبقى المملكة اللي هو هيقعد فيها. وابتدى إن هو يتكلّم على الmaster bedroom برضه، إن هو عايز حاجة تبقى مريحة في الmaster bedroom ويبقى فيها راحة سواء في الحمام بتاعها أو في الdressing أو في الmaster bedroom نفسها. فابتدى إن هو يركّز على التفاصيل ديّة. لمّا رُحنا بقى بعد كده الأم إحنا اتكلّمنا إنها بتشتغل أصلًا teacher وابتدت إنها تتكلّم mainly على تفاصيل أساسية. أنا ولادي عايزة وأنا باطبخ في المطبخ أبقى شايفة الولاد ويبقى في connection واضح ما بيني وما بين الولاد ورؤيتي ليهم وهُم موجودين في المكان. وفي نفس الوقت أنا لو هُم هيطلعوا يلعبوا فوق مثلًا هيبقوا بيلعبوا مع باباهم أو مع أخوهم الكبير، هيبقوا فوق موجود معاهم حد في الجزء دوّة، وبرضه هيبقى في activities أو في وقت أنا باعمل فيه حاجة. فابتدينا إن إحنا نبُص على الموضوع إن هي ركّزت أكتر على المطبخ، إن ده الحاجة الأساسية اللي هي عايزاها، وقصادها الdining هيوصل له الحاجة إزاي، والliving room اللي هي المنطقة اللي كانت موجودة تحت بالتفاصيل اللي موجودة فيها. وابتدينا إن إحنا نتكلّم معاها أكتر كمان على احتياجاتها المختلفة، وبرضه ركّزت على إن الmaster bedroom عايزة فيها relaxation، واتفقوا هي والزوج على الجزء دوّة إن إحنا عايزين نحُط الروح بتاعة الrelaxation أكتر في المطبخ. رُحنا بعد كده لعلي، ابتدينا إن إحنا نتكلّم معاه. علي عنده 12 سَنة، ابتدى إن هو يتكلّم معانا إن والله أكتر حاجة هو عايزها أو التفاصيل اللي هو عايزها في المكان، إن يبقى عنده منطقة يبقى بيقعد فيها مع أصدقائه. فابتدينا إن إحنا نتكلّم على حاجة من 2، يا إمّا هيبقى موجود المنطقة ديّة هتكون موجودة أكتر في الroof مثلًا. ليه؟ لإن إحنا عايزينه يبقى في open area، ما يبقاش موجود جوّه أوضته بياخد أصحابه ويخش جواها. ليه؟ لإن جزء psychology كده إن السن دوّة هو محتاج أكتر إن يبقى في flexibility، بس في نفس الوقت يبقى الspaces اللي هو هيقعد فيها ما تبقاش very private عشان يبقى
بالنسبة له شايف إن أو يبقى في جزء من أنواع الrelatedness للعيلة وللمكان اللي هو قاعد فيه. الجزء التاني إن هو عايز مكان يبقى بيذاكر فيه، عايز مكان يبقى مريح بالنسبة له للنوم، ويبقى بيعمل فيه الhomeworks بتاعته. فكل الحاجات ديّة ابتدينا إن إحنا نراعيها. إن هو كمان كان عنده الأوضة اللي فيها البانوراما بتاعة الشباك اللي موجود، فابتدينا إن إحنا نفكّر هو إحنا إزاي هنحط له أماكن للstudy مع أماكن للدولاب بتاعه بقى والسرير والتفاصيل المختلفة اللي موجودة في الأوضة. وكمان ابتدينا إن إحنا نفكّر معاه بشكل أكبر على الاحتياجات بتاعته. لو هو عايز يلعب أو عايز يقعد مع أصدقائه هيقعد معاهم في الجزء بتاع الروف أكتر، فابتدينا إن إحنا نعمل له اريا كده في الروف بيبدأ إن هو يفكر فيها. طيب ابتدينا نروح بعد كده بقى لسلمى وليلى. سلمى وليلى هما الاتنين لسه صغيرين، فالمينلي المكان اللي هم عايزين مكان as a psychological needs للأطفال ديت. إحنا عايزين مكان يبقى فيه colors عشان يزود الكرياتيفيتي بتاعتهم، يقدر إن هو بيبقوا بيلعبوا أو بيبقوا بيريليتوا للأسرة عن طريق الليفنج روم، وبيبقى الأكتيفيتيز اللي ممكن إن إحنا نحطها لهم في الليفنج روم. ابتدينا إن إحنا نحط لهم إن والله ده الجزء بتاع الروف ده هيبقى فيه مثلًا عجل، هيبقى فيه أماكن معينة، وابتدينا نحط زرع مختلف علشان يبدأ إن هو يبقى بيحمي إن هم يبقوا واقفين ناحية خالص السور بتاع البلكونة. ابتدينا نحط على السور زرع، ومنه كمان كان من طلبات الزوج والزوجة إن يبقى فيه privacy في المنطقة بتاعة الروف بالتفاصيل اللي موجودة فيها. فابتدينا إن إحنا نعمل كل التفاصيل ديّة علشان نقدر إن إحنا نfulfill الneeds بتاعة الأولاد دي. لو رجعنا تاني للبلان هنلاقي إن عندنا الحاجات الأساسية اللي اتكلمنا إحنا عليها من شوية، اللي هو الكيتشن. هنا كان عندنا التشالنج أو التحدي إن السلم قدامه على طول، فإحنا محتاجين نفتح الجزء بتاع السلم أو نفتح الجزء بتاع المطبخ دوّة على السلم بالتفاصيل المختلفة اللي موجودة فيه. هنا في الحمام ابتدينا إن إحنا نفكر في إيه الconcepts اللي ممكن نعملها عشان نبدأ إن إحنا نعمل أوضة صغيرة قبل الحمام. هنا يبقى فيها اللاندري، ممكن يبقى فيها الغسيل أو يبقى فيها أدوات النضافة. إحنا فكرنا كمان لأ إحنا اللاندري حطيناها فوق في الدور اللي فوق هنا، لكن هنا حطينا أدوات النضافة. والجزء بتاع الماستر بيدروم ابتدينا إن إحنا نكبر أكتر في الجزئيتين اللي موجودين هنا عشان نقدر إن إحنا نfulfill الneeds بتاعة الكلام ده كله للزوج والزوجة. الجزء اللي فوق ده ابتدينا إن إحنا نشوف إزاي نقفل الجزء بتاع الروف كله، وابتدينا إن إحنا نعمل اريا هنا كانوا هم عايزينها height شوية علشان تقدر إنها يبقوا حاطين فيها تلفزيون ويقدروا إن هم يقعدوا فيها. ودي بقت المنطقة اللي الأطفال بيلعبوا فيها طول اليوم في الجزء اللي هنا ده كله بالتفاصيل المختلفة بتاعته، وحطينا فيها زي جزء من أنواع النجيلة اللي موجودة عندنا. ده كده بالتفاصيل الحاجات الأساسية اللي ابتدينا إن إحنا نشتغل عليها علشان نفكر مع الكلاينتس على الحاجات المختلفة بتاعتهم. وبدأنا إن إحنا نخلص الميتنج الأولاني وإحنا عندنا معلومات واضحة من كل واحد، إيه النيدز بتاعته، الاحتياجات اللي هو عايزها. وهنخش بعد كده في المرحلة اللي بعديها إن إحنا ناخد ده ونبدأ إن إحنا نعمل الماجيك بتاعنا والسيرش بتاعنا والتفاصيل المختلفة عشان نطلع المود العام اللي الكلاينتس دول هيبدأوا إن هم يفكروا فيه ويشوفوه. ففي الحلقة الجاية هنشوف إحنا عملنا الريسيرش ده إزاي واستخدمنا أدوات ال AI كمان وإحنا بنعمل الريسيرش إزاي.